القسم الرابع ابتدائي. أسكن في بورقشة، ورقمي 56 زنقة القصر الكبير بركان. رقم الهاتف القصير 06 61 62 61 84. يتكون الوسط من أف مثلث. أشكر الكفيل سيدي فاضل يوسف حيث تفضلت مشكورا بكفالتي مع طريق الجمعية مستضعفين الخيرية في بلجيكا. وأسأل الله تعالى أن يفرحه وأهلا كما أفرحني وأن يتقبل مني عمله ويسعده في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم في الجمعية المواساة والتنمية الاجتماعية بالكامل. اسمي طاهر المهدي، عمري 15 سنوات. سنة المستوى الدراسي أدرس في القسم التاسعة إعدادي. أسكن في الوحدة العربية حي القدس، تم رقم 59 بركة. تتكون أسرتي من أختي هواية كرة القدم. أشكر كفيلتي السيدة فضيلة هزار في بروكسل، حيث تفضلت مشكورا بكفالتي عن طريق جمعية المستضعفين الخيرية في بلجيكا. وأسأل الله تعالى أن يفرحها وأهلها كما أفرحتني، وأن يتقبل منها عملها ويسعدها في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وفي جمعية المساواة والتنمية الاجتماعية بالمكان. نشكروها على هذا المجهود اللي كدير، زعما الله يحفظها ديالك، ونتمنى الله تعالى يحطها في ميزان الحسنات ديالها. اسمي عكيف إبراهيم، عمري 12 سنة. مستوى الدراسي أدرس في القسم السابع إعدادي. أسكن صبرا عمال بن مبروك. رقم هاتف الأسرة. تتكون أسرتي من أخوين هوايتي كرة القدم. أشكر الإخوة الفضلاء في جمعية المستضعفين الخيرية في بروكسل الذين تفضلوا بكفالتي، وأسأل الله تعالى أن يفرحهم وأهلهم كما أفرحوني، وإن يتقبل منهم عملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيهم وفي جمعية المواساة والتنمية الاجتماعية ببركة. شكرا. عمري 14 سنة. المستوى الدراسي أدرس في القسم الثالثة إعدادي. أسكن في حي والذهب زنقة منحة رقم 14 بركان. رقم هاتف الأسرة 06 62 31 93 39. تتكون أسرتي من 5 أفراد، أختي وأخوان وهوايتي الرسم. أشكر الإخوة الفضلاء في جمعية المستضعفين الخيرية في بلجيكا الذين تفضلوا بكفالتي، وأسأل الله تعالى أن يفرحهم وأهلهم كما أفرحوني، أن يتقبل منهم عملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وفي جمعية المواساة والتنمية الاجتماعية ببركان. سمات سليماني ملكة، تنوب عن أخيها عبد الكريم، عمر ديالو 19 سنة. انقطع عن الدراسة. يسكن في حي السلام بركان. الهاتف ما عندهم. تتكون الأسرة من 4 أفراد. الهواية ديالهم هي تربية الطيور. هاد الأخت كتشكر الفضلاء في جمعية المستضعفين الخيرية في بلجيكا الذين تفضلوا بكفالتها، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحهم وأهلهم كما أفرحوها، وأن يتقبل منهم عملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. وبارك الله فيهم جمعية المواساة والتنمية الاجتماعية بالكامل.
اسمي نتيجة المستوى الدراسي أدرس في القسم الثالث إعدادي. أسكن في شارع بن سيناح مدينة بركان. رقم هاتف الأسرة 067943 تكون أسرتي من أخوين وثلاث أخوات وأم. هوايتي كرة القدم. أشكر كفيلتي السيدة الفاضلة فاردة في بروكسل حيث تفضلت مشكورة بكفيلتي عن طريق جمعية المستضعفين الخيرية في بلجيكا، وأسأل الله تعالى أن يفرحها وأهلها كما أفرحتني، وأن يتقبل منها عملها ويسعدها في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم في جمعية المساواة والتنمية الاجتماعية ببركان. عمري 17 سنة. المستوى الدراسي أدرس في القسم الإعدادي والشرك الأدبي. أسكن في شارع أهرام بركان. رقم هاتف الأسرة 0662 تكون أسرتي من فقط أمي وأنا. هوايتي مشاهدة مباريات كرة القدم. أشكر الإخوة الفضلاء في جمعية المستضعفين الخيرية ببلجيكا لتفضلوا بكفالتي، وأسأل الله تعالى أن يفرحهم أهلهم كما أفرحوني، وأن يتقبل منهم عملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم في جميع المؤسسات والتنمية الاجتماعية لبركان. كنتي؟ وديالك سميتها؟ خمسة؟ الله يقول واخا. شحال ديال خوتك؟ أنا بهم. أنتيا بهم 8 يخدموا ولا يقراو؟ جوج يقراو. واحد هذا العام توفى. فين؟ واحد واحد في الدار. أنتيا كتقراي؟ إلا قسم؟ تامنة. وين المدرسة؟ ولا إعدادية كيفاش فين كتسكنوا؟ حي بوهديدة. الجمعية هذه اللي كتصيفط لك هذه الأمانة ديالك سميتها جمعية المستضعفين. شنو تقولي لها؟ شنو بغيتي تقولي لهم؟ كنشكرهم وصافي. شكرا. ياك. اسمي خديجة بنت عمر ولي. عمري 11 سنة. مستوى الدراسي أدرس في القسم الخامس الابتدائي. أسكن في تزاغين بركة. رقم الهاتف الأسرة 0680 10 تكون أسرتي من 3 أخوات وأخ وأم. هوايتي المطالعة. أشكر الإخوة الفضلاء في جمعية المستضعفين الخيرية في بلجيكا الذين تفضلوا بكفالتي، وأسأل الله تعالى أن يفرحهم وأهلهم كما أفرحونا، وأن يتقبل منهم عملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وفي جمعية المؤسسة والتنمية الاجتماعية ببركان. عمري 14 سنة. المستوى الدراسي أدرس في القسم الثامن إعدادي. أسكن في حي البلاغة رقم 23 454 بركة. رقم هاتف الأسرة 0679 تتكون أسرة من 3 أخوات و4 أخوات وأم. وهوايتي لعب كرة القدم. أشكر كفيلاتي سيدة الفاضلة يامنة في بروكسل حيث تفضلت مشكورة بكفالتي عن طريق جمعية المستضعفين الخيرية في بلجيكا. وأسأل الله تعالى أن يفرحها أهلها كما أفرحتني، وأن يتقبل منها عملها ويسعدها في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وفي جمعية المؤسسات والتنمية الاجتماعية ببركان.